كابتن علي الطماني طبعا المشرف العام على الكوره ومدير المركز شبين. بنرحب بيك طبعا. الشوط الاول بين شبين كان شوط تكتيكي زي ما احنا عارفين، شوط مدربين. هل هيبقى في تغييرات او انت شايف الشوط الاول عدى ازاي، وهل هيبقى في تغييرات الشوط الثاني؟ هو زي ما انت شفت كده يا كابتن مسعد، المباراه الفرقتين متحفظين على بعض. جه فينا جون في الاول والحمد لله قدرنا نعوض قبل الماتش قبل الشوط ما يخلص، وكان ممكن يطلع الشوط في الاخر الكره الاخيره دي لصالحنا. باذن الله احنا هنعمل تغييرات، يعني احنا متكلمين الجهاز الفني مع الكابتن مشير وكابتن صوابي. باذن الله في يعني تركه هنعملها كده في الشوط الثاني ترجع لنا السيطره ثاني في نص الملعب، لان في حته في نص الملعب متاخده مننا خصوصا الكور الطويله. وباذن الله المباراه ان شاء الله يعني نتمنى ان احنا يعني نكون حلفاء الفوز. يعني انا شايف شبين بتلعب يعني بعيدا عن التحفظ، بتلعب بالسهله، الكره السهله، ما بتحاولش انها تضغط. زائد ان الماتش تكتيكي، المدربين شايف ان المدربين قاريين بعض. كابتن مشير وكابتن احمد قافلين الجنبين بترتيب اللي هي مفاتيح اللعب بتاعتهم. هل يا ترى هيقدروا الشوط الثاني يخترقوا من نص الملعب او يسووا على حراس المرمى؟ هو ان شاء الله احنا بنحاول نعمل كده. احنا هي الشوط الاولاني عسليه ما قامش بالدور اللي هو مطلوب منه شويه، يعني ممكن عشان هو من بهتيم والدنيا يعني هنا يعني هو مقلق شويه في المباراه. هو كان مطلوب منه اختراقات معينه، هو عسليه ما قدرش يقوم بيها، وطبعا البديل اللي كان هيقوم بالموضوع دوت بيبو لسه مصاب. فاحنا بنحاول نجهز ابراهيم عيد، وان شاء الله هو هيجي يعمل الحته دي، لان فعلا انت زي ما انت بتقول الاختراقات دي ابراهيم جامد. وابراهيم ابراهيم بيقف على الكوره كويس. هي بس الاصابه كانت قبل الدوري ما يبدا، جات له اصابه، فده اللي خلانا ما بداناش بيه المباراه كمان. الهدف رجعكم طبعا المباراه. طبعا رجعنا المباراه، وكان ممكن نتعادل كمان. الجهاز الفني في طمعان في المباراه ولا هيبقى في تحفظ برضه يا كابتن؟ لا ان شاء الله هنبدا. لا احنا برضو مش طماعين، احنا هنبدا بتحفظ برضو في الشوط الثاني، ولو قدرنا نخطف المكسب نخطف، لكن احنا هنبدا تحفظ. احنا يعني دلوقتي بونت في ايدينا واحنا خارج ملعبنا ومع فرقه كبيره زي بهتيم وفي وسط ملعبه وقدام جمهورها، ده مكسب لشبين. طب قبل ما نختم معاك كابتن، الشكل العام بقى للشوط الثاني انت شايفه ازاي قبل البدايه؟ ان شاء الله هيبقى في مفاجاه هتتعمل بين الشوطين، مش يعني هنتكلم بعد الماتش وهقول لك المفاجاه دي. انا بتكلم على بهتيم وعلى شبين. فكره بهتيم هتهاجم، بهتيم هتضغط، هتحاول تضغط وتهاجم. هم عندهم الكره الطويله وانا هلعب على المرتد. انا هلعب على المرتد. بنشكرك كابتن علي حبيبي. لا يا حبيبي يا كابتن مسعد، ربنا يوفقك يا رب. شكرا ان شاء الله لنا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله يا حبيبي.